كتاكلوا الكريب في الزنقه، ولكن بحال هذا محال واش تكونوا كليتوه، محال واش تكونوا ذوقتوا هذا الكريب في الخفه ديالو. كما كتشوفوا كيجي رطيطب، كيجي اهش واخف من داك اللي كناكلوه في الزنقه. والبنه كذلك موجوده، فيه النكهه الحامض والفاني، كيجي رطيطب وكيعطينا كميه كثيره كما كتشوفوا. وحده يعني اللي كنشريوها في الزنقه كنشريوها بواحد الثمن، كما كتعرفوا راه الثمن غالي، وزيدون ما كيديرولناش فيها كاع المكونات اللي كنديروا حنايا، كنقدموها في التزيين ديالها بمكونات اخرى. شوفوا تبارك الله، راه غادي تاكلوا نتوما وجيرانكم والعائله ديالكم وكيشط الخير. تبارك الله، غير بداك الثمن اللي كتاكلوها برا تاخذوا توجدوا كاع هاد الكميه. يلا نوجدوا الوصفه ديالنا، بسم الله على بركه الله. اول حاجه كناخذوا الكاس تاع الخلاط هذا تاع اللي كنطحنوا فيه العصير، كنديروا فيه يوطرو حليب، 6 د البيضات، كندير واحد 2 ساشيات نتاع الفاني، كنديرو هنايا واحد الحك ولا لو زيست نتاع الحامض، حامضه كبيره ولا كانوا صغار ديروا 2 القشور د الحامض محكوكين. هنا كندير السكر، انا درت هنايا تقريبا واحد 4 د المعالق هكا، واحد شويه د الملحه، وواحد المعلقه كبيره د الزيت. وهنايا كما كتشوفوا الزبده راني نوريكم بانني ذوبتها، خديت هنا 4 د المعالق زبده وذوبتهم، وغادي نخليها تبرد بلا ما وجدت الخليط ديالي. كندير هنا الدقيق الابيض هنا تقريبا 500 غرام، وإلا بغيتو نصف الكميه جاتكم بزاف غادي ديروا غير نص الكميه، ديروا نص يطرو حليب، 3 د البيضات، فانيلا، نص معلقه د الزيت، ديروا 250 غرام فرينه و2 المعالق زبده. انا هنايا درت الزبده 4 د المعالق وذوبتهم وزدتهم. اي حاجه درتها تقدروا ديروها النصف وديروا نصف الكميه، حيت هاد الكميه تبارك الله راه كتعطي الخير والخمير. صافي كنطحنوا كل شيء مزيان. هاد الطريقه سهله عمليه ودغيا كتوجد كلشي، كنطحنوا خطره واحده وكيجي فن، يعني بلا ما تشقاو تخرجوا للزنقه، راه كيتباع غالي. سورتو الا كانوا تبارك الله العائله كبيره، راه تقريبا الا شريتي غير 3 ولا 4 راه كينقاموا لك بالثمن، يعني اللهم ديريه كينقام ارخص بكثير. هنا كناخذوا الكريبير، انا خديت هذه تاع الضوء، تقدروا تاخذوا غير المقله اللي كندير فيها، انا ديجا موجدته في القناه بالمقله عاديه، المقله اللي كنوجدوا فيها البغير، المهم ما تكونش تلصق. كتاخذوا واحد الكميه مسكايه هنا، تقطع ليها المقطع، كتكبوها في ديك المقله. صافي كتديوها من كتحركوا المقله حتى كتسرح كامله بحال البغرير، ولكن ماشي بالكميه ديال البغرير، كتجي واحد الطبقه كديروا غير شويه وكتسرحوها كامله. بقات لكم شي منطقه هكا متقبه ولا ما فيهاش، كتزيدوا شويه وكتميلوا عاود المقله حتى كتسرح. المهم ما تكثروش العجينه باش كتجيكم رقيقه بهذا السمك، ما كيجيوش هما غلاط بزاف. واللي كيبغيهم شويه غلاض شويه ما كتكثروش فيهم، كيزيد واحد شويه. صافي كنحمروها من واحد الجهه، كنشوفوها بياضت من الفوق كنقلبوها تحمر. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه، كما كتشوفوا راه كيجي ريشه ريشه، شوف كيتحرك غير بوحدو. شفتوا تبارك الله كيجي خفيف وهشيش وكيلقطن بحال كتاكليه زبده، يعني كيجي زوين بزاف. جربوه هاد الطريقه راها ناجحه 100%. وشوفوا تبارك الله الكميه اللي خرجت لينا. غير نصيحه وحده، انكم ملي كتوجدوا كديروا وحده فوق وحده كتغطيوها. انا كنديروا هكا في ورق الطبخ، تقدروا ديروا غير في شيتوب باش ما يكرمش معكم وما ينشفش. دائما كنطيبوا كنديروا وحده فوق وحده كنغطيوه باش في الاخر غادي تلقاوه كما كتشوفوا هكا كيرجف غير بوحديته رطيب وزوين وخفيف. هنايا في هذه المرحله صافي منين وجدناه كندوزو لطريقه التزيين اللي كتبقى لكم، يعني الحريه باش توجدوها، اما تزينوه بالكونفيتير ولا بالشوكولا ولا بالعسل، اي حاجه تقدروا توجدوه بها. هنايا غادي نوجدو معكم انا بالطريقه اللي وجدته بها في داري لوليداتي. انا وجدته هنايا، درت هنا الفروي كذلك اللي بغيتو. حنا درنا هنا الاناناس، قطعتوه كتقطعوه طريفات، واحد شويه د الاناناس، وكنقطعوا كذلك هنايا المونغ، راني قطعته في هذيك الزليفه اللي كتشوفوا حداكم. صافي بعد ما كنقطعوا هكا الفروي اللي عندكم، تقدروا ديروا غير فاكهه وحده، تقدروا ما ديروش كاع الفاكهه اللي بغيتو. صافي هنا نوع المكسرات كذلك غادي نضيفوهم هنايا. درت هنايا شويه د اللوز وحمرته واحد شويه وهرمشته. كناخذوا الكريبه الاولى ديالنا كما تشوفوا طريقه التزيين. غادي نديروا اول وحده غادي على هاد الجهه كما كتشوفوا، هاد الجهه
اللي حميمه شويه هي اللي كنديروها لداخل، والاخرى اللي فيها دوك الدويورات هي اللي كنديروها من برا باش كتعطينا داك المنظر كيجي زوين. صافي هنا كندير شويه د الشوكولا وكندير شويه د المكسرات هكا، اللي عندكم مكسرات كنطويوها. كنديروا عاد تاني هنايا شوكولا د الدهن وكنطويوها كذلك باش تعطينا هذا الشكل المثلث، راه كيجي زوين. صافي وكندير واحد شويه د الشوكولا وكنوضعوها في الطبسيل اللي بغينا نقدموه فيه. نضيفوا شويه د الفواكه من الفوق، انا درت شويه د الاناناس، شويه د المونغ، الفاكهه اللي عندكم، حتى البنان كيجي تواتى معها بزاف الا عندكم. وكندير شويه د المكسرات من الفوق، وواحد شويه د الشوكولات، واحد الخطوط هكا من الفوق. وها هي الكريبه ديالنا واجده، طريقه سهله مبسطه، والبنه كاينه والهشاشه كاينه، وكتقام علينا رخيصه بزاف، والكميه لا باس بها. وإلا بغيتو تشوفوا الفيديو كيفاش درتو في المقله ويعني وسرحتو، دوزوا الفيديوهات اخرى عندي في القناه، ديروا كريب سحر النكهات، غادي يخرج لكم فيديوهات اخرى كذلك تستافدوا منها. وشكرا لكم على المشاهده. هنا كنزينوه، كنديروا دوك الخطوط الشوكولا كنزينوه كما شفتوا بالاناناس والمونغ، كنديروا شويه مكسرات وشوكولا من الفوق، وبصحتكم وراحتكم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وديروا لايك. وهنايا كما كتشوفوا قدمناه في هاد الطبيسيل، وغادي نقدموه كذلك بواحد الطريقه كما كتشوفوا كتلولبوه، تقدروا ديروه بشكل طولي كذلك تقدروا ديروه. هنا غادي ندوز الاخرى كذلك غادي نصاوبها كما غادي تشوفوها هنا محطوطه في الطبسيل ديالنا على هذا الشكل، وبصحه والراحه.